السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. النهارده حبايب قلبي جايبه لطيوري علف ببلاش، وعلف حلو جدا جدا هيخلي الطيور اللي بتبيض تزيد في انتاج البيض، ويخلي الطيور تشيل معانا وزن حلو جدا جدا. علف ببلاش كان موجود عند اخويا، بس عشان الطيور بتاعته ما حصلش فيها نصيب وراحت منه، فهم قالوا لي احنا ما عندناش طيور فتعالي خديه. فطلعت منه كذا حاجه للطيور بتاعتي. ايه هو بقى الحاجه ديت؟ هو كان امبارح كان بيدرس الغله بتاعته، فكان في الكنسه اللي تحت بطن الكراسه او تحت بطن الماكينه اللي بيدرسوا بيها الغله بتاعتهم، بيطلع كميه كبيره من دي كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. دي فيها سبل سليم، دي موجود فيها غله في الهرسه، دي موجود في غله وفي سبل سليم اهوت. الحيوان او الطيور بمعنى اصح بتمسكوا تفرطوا، شايفين الغله في قلبه اهيت، الطيور بتفرطوا وبتاكلوا. واللي انتم شايفينه الكنسه دي كلها فيها غله متكسره وفيها غله سليم. فانا هحط له الطيور كده هينقوه، مش هيسيبوا في اي حاجه. زي ما انتم شايفين جبت له الرومي وللبط والفراخ البزراميط اللي كانت موجوده عندي والجمازه اللي كانوا موجودين جوه، طلعتهم بره لان المكان كنت محتاجاه عشان الفراخ البيضه. فقلت ان انا هوديهم البيت التاني فما وديتهمش، فانا جبتهم حطيتهم في المكان ده. طلعت بقى ايه تاني؟ مسكته انا الاول عملته خالص، هزيته كده بالغربال زي ما انتم شايفين. طلعته منه الكميه اللي انتم شايفينها ديت، دي هقلبها، هحط عليها كميه علفه نفسها بالظبط، واقلبها للسمان الكبير اللي بيبيض عندي. يعني دي كميه كبيره اهيت، تخش لها في حوالي 15 كيلو. يعني انا بحتار على علف سماني كل يوم، دي كميه تخش لها في حوالي 15 كيلو زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. هقلب عليها زيهم علف ناعم بالظبط، واحطه لهم عشان السمان ياكل منه ويزيد معايا في انتاج البيض. النعمه بقى اللي طلعت اللي هي كلها شرب وكلام من ده برده اهو زي ما انتم شايفين، هوريها لكم. ديت اهيت فيها غله متكسره متكسره خالص، ناعمه جدا، وفي نفس الوقت فيها شوربه اللي هي السودا دي. فدي انا هفرشها تحت رجلين السمان، هياكلوا اللي موجود فيها. هوريكم دلوقتي حالا انا هعمل ايه. هياكلوا اللي موجود فيها، والشوربه اللي فيها هتفضل تحت رجلين السمان وهينقوها وياكلوها، لانها ديت تعتبر تمليحه برده لهم في نفس الوقت مع الرمل اللي تحت منهم، تمليحه كويسه جدا جدا. فزي ما انتم شايفين حضراتكم الطيور دخلت على الكنسه اللي انا جبتها اللي فيها الغله، هينقوا فيها وياكلوا اللي موجود فيها. الطيور بتحب تنكش كده، وهيلموا الغله اللي موجوده فيها، حتى السبله اللي هي السليمه هيمسكوها هيفرطوها وهياكلوا اللي موجود فيها. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. ده علف حلو جدا جدا لهم لان الغله كويسه فيها نسبه بروتين. عايزه بس اقول لكم ان الروميه التركي بتاعتي بسم الله ما شاء الله بعد ما كانت بتموت عندي وانا قدمت لها الرعايه الخاصه وعملتها، عزلتها لوحدها وقدمت لها الرعايه الخاصه بعد ما الثعلب اكل رجليها وكانت على وش موت، فانا عالجتها الحمد لله كله بالاعشاب الطبيعيه. ربنا يبارك يا رب. النهارده تاني يوم عليها البيضه، بيضه امبارح بيضه والنهارده تاني يوم عليها البيضه اهيت. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. والديكور الامريكي بتاعنا الصغير بدا ان هو ينكش ريش ويضرب معانا، فان شاء الله ربنا يبارك عشان بس ارجع الديك بتاع والدتي له عشان قبل الرومي بتاعها ما يبيض. فانا لسه مستنيه بس لما الرومي يبدا يخلص بيض على ما الرومي بتاعها يبدا يكون ايه الديك بتاعنا التاني اشتغل. طب هو الرومي بتاعك رصاصي في ابيض يا مولاي؟ لا الرومي ابيض خالص، بس هما بيدخلوا الفرن والكانون فبيخلوا نفسهم صدى من بتاع الفرن، فعشان كده شكلهم متغير. فهندخل بقى نفرش ده الاول تحت رجلين السمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اوريكم ان انا رقدت هنا روميه على بيض هندي، في بطه بتبيض هنا تاني في القفص اهي على بيض هندي وبيض بزراميط زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. كنت حاطه لها بيض رومي برده وبيض بط، فلقيتها كسرت بيضه فراخ، فقلت لا اخف العمل عنها واشتلت بيض الرومي وبيض البط حطيته تحت البطه اللي راقده ديت مع كميه البيض بتاعتها. بسم الله ما شاء الله. اوريك كميه البيض اللي البطه دي راقده عليها، بس خليك عاقله كده. بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يبارك. شايفين كميه البيض؟ طب انت معلماه ليه يا ام ليلى؟ عشان لو في حاجه باضت عليها ابقى انا عارفه. الروميه تحت منها بيض فراخ اهوت، فانا مش عايزه اشيلها لانها هي بتقف لوحدها. انا ما كنتش حابه ارقدها بس هي مصممه انها تروح. فيلا بينا نفرش دول للسمان، يعني داخله عليها بتقوم واقفه على طول. هنفرش ده بقى للسمان، والسمان هينكش فيه وهياكل اللي موجود في قلبه. ودي تعتبر تحديقه كويسه جدا جدا ليه. شايفين بيبيضوا فين؟ يعني انا كل ما بدخل بلاقي البيض تحت الباب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كسرين ديت ولا سليم؟ لا دي سليمه اهي نشتلها. حاول بقى احط الفرشه هناك كده في جنب كده عشان تبقى بعيد عن الميه وهم ينكشوا فيها وياكلوا. كل ما بدخل والاقي بيض يا جماعه بشيله ما بسيبوش. العلف لسه قدامهم اهوت، بس هنحط لهم دي برده في جنب اهوت هينكشوا فيه وهياكلوه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب ربنا يبارك اهو. حاطه ديت للحمامتين بتوعي عشان ايه ترقد فيهم.
هي لسه ما بيضتش، بس هي بتحرجم عايزه ترقد، فانا حاطط لها ايه ديت ترقد فيها. نلم البيض اللي موجود، لما بالليل ان شاء الله بنلم اكبر كميه بيض بنلمها بالليل، فربنا يبارك. لسه شايفه بيضه دلوقتي راحت فين؟ رحت فين يا بيضه؟ انا كنت حاطط عليها الفرش، شكلي كده حطيت عليها الفرش، مش مشكله، هتروح فين يعني. دي بقى هنفرده كده زي ما انتم شايفين، وهم هينقوه وهياكلوه اهو. حطيته في جنب بعيد عن الايه، عن المس او كده السقايه، عشان ما يكسر ما يبعزقوش عند الميه، والميه ايه تيجي عليه تبوظه خساره. فاحنا لقينا 4 بيضات اهمت، هناخدهم وهنطلع دلوقتي حالا نقلب كميه علفه على القمح اللي احنا ايه هزيناه بالغربال، عشان نحطه للسمان، مخصص للسمان ده. البط كبير والفراخ كبيره والروم كبير، فعادي هياكلوه مفيش اي مشكله خالص. مش هينشفهم يا ام ليلى، لا مش هينشفهم، لان هو كسر مش حب سليم، هو كسر، والكسر ده مليان من جواه دقيق. فاحنا هنقلبه في شويه ايه بتاع علفه، عشان يبقى جواه علفه، عشان الفراخ بتاعتنا والرومي والسمان والبط ياكلوا ويزدادوا حلاوه كمان وكمان. فيلا بينا نقلبه ونعبيه في شكاره لوحده، عشان بس لان السمان ده بيسحب مني كميه علف كبيره جدا جدا، فمبهدلني والله في العلف حقيقي، يعني مبهدلني في العلف. هنقفل على دول الاول كده، يعني عشان بس لو في حد عنده قطيع من السمان كبير كده، او عنده فراخ شمرد وعايز يوفر شويه في العلف، ممكن نقلب دش على علفه، على شويه عيش، على حبه غله من هي الكسر اللي بتبقى الناعمه اللي تحت بطن الدراسه. يعني مش هتجيبي غله سليمه، لا الناعمه اللي بتبقى تحت بطن الدراسه. ربنا يبارك يا رب للجميع. البيض اللي كان موجود عندنا كله امبارح حطيناه، هطلع بس اجيب الغله واجي. انا مليت جردل من ده حبايبي، ده الجردل ده بياخد حوالي 5 كيلو علف. هنقلبه كده ونمليه كمان مره، ونقلب الكميه كلها ببعضها. هنملي الجردل كمان مره، يبقى احنا كده حطينا عليهم 10 كيلو علف. ده حلوين قوي قوي. انا ممكن احط 5 بس انا بزود عشان معاهم رومي ومعاهم بط اهو. يقضونا بقى فتره طويله، لان فعلا انا بشيل هم علف السمان الكبير ده بالذات، لانه بيخلص علف بسرعه. كده جبنا كمان جردل اهو، عشان تبقى كل حاجه قدامكم. يا ساتر بعزقنا شويه كده زي ما انتم شايفين حضراتكم. هقلب بقى الكميه دي كلها ببعضها، وهعبيها في شكاره عشان اسيبها على قد السمان الكبير والرم والبط اللي موجود وياه. خلاص يا حبيبي زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، بسم الله ما شاء الله. انا عبيت كميات في الشكاره، لان الكميه كانت كتير على القروانه، ودي باقي الكميه معانا زي ما هي متقلبه اهي. زي ما انتم شايفين العلفه باينه كويسه جدا جدا اهي، والشوربه اللي هي السودا ديت حلوه جدا جدا للسمان وللطيور انها تاكلها، بتخشن الحصله بتاعتهم. دي بتتعمل زي تحديقه بالظبط، لانها بتدخل في التحديقه الشوربه السوداء او الشوربه الحمراء، حلوه جدا جدا للطيور كتحديق. فزي ما انتم شايفين حضراتكم دي الكميه كلها اللي احنا قلبناها اهو للسمان بتاعنا. ربنا يبارك يا رب، وتوفر عليا كتير جدا جدا، فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. يعني علف كيلو طيوري ببلاش، يمكن جالي نجده، لان فعلا بيجي عليا ساعات والله العظيم بيبقى عندي علف للطيور، فربنا يصلحها له يا رب ويبارك له ويزيده الخير. اعطيني والله شكاره غله للبيت عندي، ويعطيني قال له خد الحاجه اللي كانت تحت بطن الدراسه ديت للطيور عندك، عشان احنا ما عندناش طيور، فخدها للطيور عندك. اعطيني شكاره قمح سليمه على بعضها للبيت عندي، فربنا يبارك له يا رب ان شاء الله، ويزيده خير يا رب اللهم امين، ويبارك له ايه في صحته وفي عافيته، ويبارك له في اولاده يا رب اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي الخلطه اللي انا عملتها للسمان بتاعي، خلطه كويسه جدا جدا، وعلفت منها برده الطيور بره. والكنسه اللي كانت تحت الغربال حطيتها فرشه للسمان، وهينقوا الغله اللي متكسره فيها. فربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزق الجميع الخير يا رب. استنونا فيديو جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.